أما آن أن ننتبه، نتخلص من الشاشات والقنوات التي أفسدت أخلاق البنين والبنات. واحفظوا بيوتكم، واحفظوا أبناءكم، واحفظوا أعراضكم، واحفظوا صغاركم، وطهروا بيوتكم من المخالفات قبل أن يقع الفأس على الرأس. أين يختبئون؟ أين يذهبون؟ لا أعلم. ورفع صوته بالبكاء: ارحميني يا جدة، اسمعيني يا جدة، أنا تبت، أنا انتهيت. فإذا هو من؟ ابني، ابن 19 من العمر، في دورة المياه قد فارق الحياة. أين أصحابه؟ أين الذين أوصلوا إلى تلك النهاية؟ فات الأوان. هذا ما يحدث في بيوت المسلمين اليوم. اعتدى ابني على ابنتي ابنة 17، كان في حالة سكر شديد وجاء واعتدى على أخته. البنت تبلى من الزنا من حقيقة. أريد أن يقام عليه القصاص.